اهلا بكل متابعين ابولو ليج. في يناير الجاي لجنة التخطيط بالنادي الاهلي عاملة مبلغ مالي كبير غير مسبوق انه يتحط للصفقات الجديدة اللي النادي الاهلي دايما معتاد انه يعملها في كل يناير في الشتاء والانتقالات اللعيبة. بس مع الوضعية المالية الكبيرة المحطوطة الغير مسبوقة اللي انا بتكلم عليها ديت، في بعض القنوات او بعض الاشاعات اللي طالعه بتقول ان في بعض اللعيبه بعينها النادي الاهلي حاطط عينه عليها. من اول الصفقات اللي بيتقال ان الاهلي حاطط عينه عليها، وانا كنت اتكلمت عليها قبل كده، مصطفى محمد مش موجود في الاهلي ولا الاهلي عينه عليه الفتره ديت، ودي مش عشان حاجة غير الماليات فقط. يعني ايه الماليات فقط؟ الرقم اللي محطوط لانتقال مصطفى محمد لأي نادي مش للنادي الأهلي رقم كبير أو مبالغ فيه. ده مش تقليلا من اللاعب أبدا أبدا، هو مصطفى محمد يستاهل الرقم اللي مطلوب دوت، ولكن الرقم دوت رقم كبير بالنسبة للنادي الأهلي عن الميزانية المحطوطة للصفقة دي بتاعة مصطفى محمد. يعني معنى الكلام إن النادي الأهلي حاطط عينه على مصطفى محمد ولا لأ، هو النادي الأهلي حاطط عينه على أي لاعب في المستوى اللي يزود النادي الأهلي. بمعنى أدق وأوضح، أكيد النادي الأهلي حاطط عينه على مصطفى محمد، ولكن الرقم اللي مطلوب واللي الاهلي حطه في المقابل لو في تفاوض مع النادي بتاع مصطفى محمد، لا الرقم فيه فجوه كبيره جدا، فجوه واسعه، والرقم دوت مبالغ فيه بالنسبه للنادي الاهلي ومش هيقدر على تنفيذه في الفتره الحاليه. ده بالنسبه لردي على الكلام المطروح ان مصطفى محمد النادي الاهلي بيفاوض عليه في يناير القادم. تاني لاعب هو اسامه فيصل، لاعب ومهاجم البنك الاهلي. النادي الاهلي مش هيضم اسامه فيصل لاسباب فنيه. ايه هي الاسباب الفنيه ديت؟ كلنا هنعرفها في وقتها. انا عندي معلومات عنها بس، ولكن مش هينفع ان انا اقولها دلوقتي، خليها في وقتها يبقى افضل واتقل في الخبر. الخبر اللي انا جاي اقوله لك النهارده ان اسامه فيصل مش موجود في النادي الاهلي في صفقات يناير القادم. ده تاني لاعب من اللعيبه اللي بيتقال ان هي موجوده في النادي الاهلي فعلا. اللاعب الثالث رامي ربيعه، لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب نادي العين الاماراتي الحالي. اللي يقول لك ان هو هيرجع النادي الاهلي، واللي يقول لك ان النادي الاهلي هيدفع بيفاوض دلوقتي للعين الاماراتي. بديهيا كده وبكل صراحه، رامي ربيعه بياخد راتب 4 أضعاف اللي كان بياخده من النادي الاهلي اما كان معاه. بياخد من العين الاماراتي 4 أضعاف الرقم اللي كان بياخده من النادي الاهلي لما كان مع الاهلي. غير كمان ان باقي في عقد رامي ربيعه 3 مواسم كامله. فانك تكسر القاعده ديت او تفسخ العقد فلا بد من حاجات كتير جدا، اهمها التفاوض مع النادي العين الاماراتي اللي مش هيكون موافق على الانتقال ده. وبعد يعني المركز الثاني من الاهميه الرقم اللي هيدفع للعين الاماراتي، ان في طبعا هيكون في مبالغ ماليه لازم تدفع للعين الاماراتي في حاله فسخ العقد دوت وانتقال رامي ربيعه لاي نادي مش للنادي الاهلي بس. ده كده بالنسبه ردودي على الاخبار اللي طلع عن اللعيبه المطروحه وموجوده في النادي الاهلي في يناير القادم. اللي انا عارفه ان في 2 لعيبه غير اسامه فيصل الاهلي حاطط عليهم عينيه من لعيبه نادي البنك الاهلي.
والاهلي حاطط فيديوهات اخر مطوشه للبنك الاهلي قدام سروب عشان يبص عليهم ويبدي رايه في اللعيبه ديت. ومطلوب من سروب بعد ما يتفرج على المطوشه ديت ان يبدي رايه في اللعيبه ديت، ويقول للجنه التخطيط اما تتفاوضوا مع الاثنين ويلا بينا، لا اما مش عايز الاثنين، لا اما انا عايز واحد من دول. تمام؟ يعني احنا دلوقتي مستنيين سروب يبدي رايه في مستوى الفني الاثنين لعيبه من لعيبه البنك الاهلي دول، غير اسامه فيصل زي ما بقولها لك اهو للثالث مره. اسامه فيصل مش من ضمن الاثنين لعيبه دول. سروب قعد مع لجنه التخطيط واداره النادي الاهلي على المراكز اللي هو عاوزها ومحتاجها كتدعيم للنادي الاهلي في يناير، استعدادا للجنه التخطيط لوجستيا وفنيا وماليا عشان يبتدي يفاوض في يناير القادم عن لعيبه المراكز المطلوبه تدعيمها في النادي الاهلي. واكيد من ضمنها خط الدفاع النادي الاهلي. على الاقل محتاجين 3 لعيبه في خط دفاع النادي الاهلي. سروب بقاله يومين بيدرب تلت فريق النادي الاهلي فقط، تلت بالظبط، لان في 18 لاعب من لعيبه النادي الاهلي بره تدريب النادي الاهلي، ما بين بقى 6 موجودين مع المنتخب الاول و4 موجودين مع المنتخب الثاني و4 مصابين واللعيبه المحترفه اللي موجوده مع الانديتها بره. في سروب بيدرب التلت نادي الاهلي بقاله يومين بالظبط مع التلت، وده بيعكس فكر سروب بالنسبه لي. يعني انا دلوقتي لو هو، دي وجهه نظري، مدرب مش مهتم بالفريق كان خد اجازه للفريق كله لغايه اكتمال الفريق. ابسط حاجه هعملها اجازه يا جماعه لغايه ما الفريق يكمل عشان نبتدي تدريب. انما هو تلت الفريق موجود عنده تحت ايديه وبيلعب وبيدرب ومنتظم في التدريب. ده بالعكس كمان ده مستغل قله العدد ديت وعامل تدريب مخصوص. اولها من ضمن التدريبات المخصوصه ديت سرعه التلبيه. سرعه التلبيه ديت يعني هو عايز يعرف اللعيب مكانه فين من الملعب. زياده التركيز عند اللاعب، معرفه مركزه في الملعب، هو قريب من الحارس بتاعه ولا بعيد، قريب من المرمى بتاع الخصم ولا بعيد. ودي بصراحه احنا لابد من التركيز فيها مع إليو ديانج بالخصوص، لان يعني إليو ديانج من ضمن المشاكل اللي عنده ان هو مبقاش عارف هو فين في الملعب، مش مركز هو قريب ولا بعيد. التلبية عنده فعلا فيها مشكلة، فسروب مركز قوي في الحتة ديت مع إليو ديانج بالخصوص. تاني حاجة من التدريبات الخاصة اللي معمولة ألعاب الهواء. ألعاب الهواء اللي كلنا عارفين إن النادي الأهلي عنده مشكلة وضعف شديد جدا في ألعاب الهواء، فهو مخصص تدريبات خاصة في الحتة ديت لزيادة الكفاءة وزيادة التركيز على ألعاب الهواء وتقوية المنطقة الضعيفة ديت في لعيبة النادي الأهلي. يوم السبت إن شاء الله المباراة بتاعت شبيبة القبائل الجزائري. ده فريق قوي وكلنا عارفين هو عمل ايه في تاريخه. فريق عريق، كسب الدوري الجزائري 14 مرة،
دوري ابطال افريقيا خده مرتين. فريق محتاج تركيز جدا منا. ان شاء الله يوم السبت تكون النتيجة مفرحة لينا، لان فريق شبيبة القبائل من الفرق، او مش من الفرق، هو من اقوى خط دفاع، او دي بالطريقة بيلعب بالطريقة الدفاعية القوية جدا في افريقيا كلها. فمش هيكون ماتش سهل، وان شاء الله كلنا يوم السبت بعد متابعته نبقى سعداء بالنتيجة بإذن الله. اشوفكم في فيديو قادم.